السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للناس اللي بتسأل عن آخر أخبار جون سينا بعد ما قضى شهرين في الاتحاد مع WWE وكان بيظهر أسبوعيا وظهر في 3 عروض شهرية بيبر فيو، وبعد آخر ماتش ليه لعبه قدام سولو سوكوا في عرض كراون جول، الماتش اللي كان كله خارج مستاء منه بصراحة، ومتضايق على الحل اللي وصل ليه جون سينا. بس في الاول وفي الاخر هي دي رغبة جون سينا، وهو بيوافق على اي قرار بيطلعه الادارة. المهم بعد اخر ماتش ليه نزل خبر بيقول ان جون سينا مصاب في دراعاته الاتنين وان هو هيعمل عملية جراحية. وبالفعل جون سينا نزل على تويتر او اكس ان العمليتين اللي عملهم الحمد لله نجحوا، وبيشكر الاطباء. وجون سينا بعد ما يخف هيرجع تاني لهوليوود، وغالبا كده مش هيرجع دبليو غير في الموسم بتاع راس المنيا، لانه في احتماليه كبير قوي ان جون سينا في راس المنيا 40 اللي جايه انه يلعب ماتش اعتزاله. وقبل ما ندخل على التوقعات تعالوا نعرف مين المصارعين اللي لسه ما جددوش عقودهم مع الاتحاد. عندكم مثلا بيكي لينش عقدها هيخلص في شهر 2 ولسه ما جددتش، ونفس الكلام برضو شيماس عقده هيخلص في شهر 2 وبرضو لسه ما جددش. بس شيماس طلع وقال ان هو مستأمن الوضع بتاعه في WWE دلوقتي، فهل يا ترى مستني العقد بتاعه يخلص عشان يروح دبليو؟ لسه هنعرف. وعندكم برضو درو ماكنتاير لسه ما جددش العقد بتاعه، والعقد بتاعه يخلص في شهر 4، بس شكله درو ماكنتاير جدد العقد بتاعه في الخباثه كده، بالرغم من انهم لسه ما اعلنوش عن التجديد ده، الا انه واضح لان WWE منزله درو ماكنتاير في البوستر بتاع عرض باش ان برلين اللي هيبقى في 31 اغسطس. والدبليو اكيد مش هتحط صوره مصارع في عرض جاي قدام وهو مش هيبقى معاهم، فواضح كده ان شكل درو ماكنتاير جدد بس بشكل سري. وعندكم برضو MJF اللي تبع اتحاد الاي العقد بتاعه هيخلص في شهر 1، وهو عمال يقول ان هو مستني عرض من WWE ومستني عرض برضو من الاي عشان يشوف مين هيدفع له اكتر وهيروح له. ده الاعتراف بتاعه واللي قال عليه. بس نزل على فايت فول قالت ان MJF جدد مع الاي بشكل سري، وبصراحه ده انا متاكد منه لان MJF هو اصلا الواجهه بتاعت الاتحاد وهو اللي شايل الحزام، ومع ذلك شكله مستمر بيه، فواضح انه جدد معاهم. نيجي بقى للتوقعات لعرض سيرفايفر سيريس، وده الكارد بتاع الماتشات للعرض. زي ما انتم شايفين الماتشات مش كتير لان الماتشين الور جيمز شكلهم هياخدوا من 3/4 العرض نفسه. نبدا بماتش راي ريبلي قدام زوي ستارك على الحزام. راي ريبلي وزوي ستارك على فكره موهبه تقيله جدا، بس الاتحاد ما عملهمش بناء للماتش بتاعهم ده، فواضح كده ان راي ريبلي هي اللي هتكسب وتحافظ على الحزام عشان تكتر عدد الانتصارات بتاعتها. نيجي الماتش جونسر وزاميز على حزام الانتر كونتيننتال. هما بصراحة الاتنين عملوا برومو حلو، وابدع فيه اكتر واحد كان زاميز، بس احنا عارفين ان الادارة لسه مش شايفة الخصم المناسب لجونسر انه يشيل منه الحزام لحد دلوقتي، فتوقعي ان جونسر هو اللي هيحافظ على الحزام ويكسب الماتش. نيجي للماتش العبثي مع الدبليو اللي مش عارفين يقوموا له سيناريو عدل، وكان ضعيف بصراحه. سانتوس اسكوبار قدام دراجون لي بعد ما كان قدام كارليتو. انا عارف ان هم عايزين يرفعوا دراجون لي ويخلوه الاسطوره الجديده بدل ري ميستيريو، بس دخلوه في سيناريو غالبا المفروض سانتوس اسكوبار هو اللي هيكسب، وغالبا هيكسب بتدخل. فبصراحه انا مش عارف اخره السيناريو ده ايه، بس شكله في الاخر يعني هيستنوا لحد ما ري ميستيريو يخف ويجي ينتقم من سانتوس اسكوبار. فتوقعي الماتش ده سانتوس اسكوبار اللي هيكسب، وهو لعب قدام دراجون لي نتيجه الاصابه اللي هو عملها لكارليتو. نيجي الماتش الوور جيمز بتاع السيدات، والتيم الاولاني اللي هو بيكي لينش وشارلوت وبيانكا بيلير وتشوتسي قدام اليابانيين اللي هما اسكا وكايري سين وايو سكاي وبايلي. توقع لي الماتش ده ان فريق بيكي لينش هو اللي هيكسب، نتيجة ان الثلاث البنات اليابانيين دول هيقلبوا على بايلي عشان مش زيهم، والسيناريوهات بتقول كده. ونيجي لاهم ماتش في العرض، ماتش المين ايفنت. الفريق الاول كودي رودز وسيس رولانز وجي اوسو وراندي اورتن وسامي زين قدام الجادجمنت داي المكون من فين بالور وديمين بريست وجيدي ماكدونا والعاقب ري ميستيريو ودرو ماكنتاير. طبعا كودي رودز في اخر عرض رو هو اللي اعلن عن عوده راندي اورتن، وقال ان هو هيبقى العضو الخامس بتاعهم. مش قادر اعدي بصراحه رياكشن جي اوسو لما سمع عن عوده راندي اورتن. هو طبعا اترعب لان هو عارف ان راندي اورتن اخر ماتش لعبه قبل ما يتصاب كان قدامه. انا زمان دلوقتي جي اوسو بيقول انا ايه اللي خلاني اسيب البلاد لاين. بصراحه نتيجه الماتش ده داخله في سيناريوهين. اول سيناريو ان راندي اورتن ممكن يقلب على جي اوسو ويضرب الفريق بتاعه والجادجمنت دي يكسبوا، والسيناريو التاني ان راندي اورتن لو ما قلبش عليهم فالماتش هيمشي طبيعي وفريق راندي اورتن هو اللي هيكسب في الاخر طبيعي جدا والماتش هيمشي عادي. طبعا في ناس اتضايقت جدا لما لقوا ان كودي رودز حرق مفاجاه عوده راندي اورتن، ليه ما سابوهوش ان هم يتفاجئوا بيه في العرض. الاخبار بتقول ان الاتحاد عمل كده علشان يقنع الجماهير ان هم يستنوا راندي اورتن وينسوا العشم بتاعهم بتاع عوده سي ام بانك، لان جماهير شيكاغو متعشمه جدا في ظهور سي ام بانك. فانا مش عارف الدبليو ليه بتعمل كده مع انها هي اللي معشمه الناس برضه بعوده سي ام بانك.
يعني الحركات اللي عمال يعملها شينسكي كل اسبوع دي، وجهنم الحمراء اللي بيطلع منها ويقول لك انا مستني حد معين ومحدش عارف يتكافئ معاه في اللعب، فاكيد يعني مش بيهبل ولا بيعبط يعني كده شينسكي. بالرغم ان هو في عنده كهربا زياده وتقول عليه عبيط، بس يعني مش للدرجه. بس يعني اكيد ممكن يطلع شينسكي في نص العرض كده ويعمل تحدي مفتوح عشان يطلع له سي ام بانك، ممكن. فتوقعوا ان سي ام بانك يرجع ان شاء الله. وبكده انا كنت توقعت معاكم عرض سرفايفر سيريس، وان شاء الله يعجبنا. في الاخر ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وبهنا نكون خلصت. سلام عليكم.